بأواخر الستينات النرويج كانت مجرد دولة بسيطة بأطراف أوروبا. الاقتصاد مالتها يعتمد على الصيد والزراعة، وتخيلوا شبابها يسافرون لدول ثانية حتى يدورون على شغل، وفجأة اكتشفوا ثروة مخيفة بأعماق بحر الشمال. لقوا احتياطات نفطية هائلة جاهزة حتى تغير كل المسار. المشكلة أنه النرويج ما كانت عندها أي خبرة بإدارة النفط. طبعا هنا الشركات الأجنبية لازم تستغل الموضوع، كانت مستعدة أن تقدم خبراتها وتاخذ الحصة الأكبر، وإذا صار هذا الشيء راح تترك فتات مال الأرباح للنرويج، واللي وهله رادوا يوقعون عقد يخلي النفط مالتهم بيد الأجانب. طبعا هنا النرويج راح تبقى تباوع على الثروات مالتها وهي تروح لأشخاص ثانيين. ووسط كل هاي الفوضى والمشهد طلع رجل عراقي يمتلك خبرة عميقة بمجال النفط، وقدم للحكومة النرويجية خطة عبقرية جدا. هاي الخطة قلبت الطاولة على الشركات الأجنبية، وهاي الخطة خلت النرويج تاخذ السيطرة الكاملة على الموارد الخاصة بها. وهذا الرجل كان العراقي فاروق القاسم. انت تخيل وياي رئيس وزراء دولة أوروبية متقدمة الراتب مالته أقل من راتب موظف بهاي الدولة، اللي هو العراقي فاروق القاسم. انت تقدر تتخيل انه دولة تعتمد على الصيد والزراعة باقتصادها فجأة يتحول حالها حتى تصير أغنى دول العالم؟ لا، ومو بس هيك، اليوم شعبها عنده امتيازات تحلم بيها مواطنين أغلب دول العالم. زين ليش النرويج أساساً كانت راح تفشل بالنفط لو ما هذا الرجل؟ وهو شلون قدر يصنع وحدة من أقوى الصناديق السيادية الاستثمارية بدول العالم؟ وليش إنه من الضروري تعرف هذا الشخص؟ هذا راح يكون محتوى حلقة اليوم، خليك وياي. لكن السؤال الأهم، ليش فاروق القاسم العراقي اضطر يترك دولة العراق؟ هو أساساً الدولة شلون سمحت له يطلع؟ وشلون كان باقي بالعراق أصلاً؟ كان المفروض إنه نشوف بلدنا اليوم مثل النرويج، وأكيد يرجع الفضل لهذا الرجل. وهاي مو مجرد قصة نجاح، هاي قصة حلم ضاعت بالعراق ونجحت بمكان ثاني، وراح تعرف بيها شلون العلم والخبرة ممكن تبني دولة الأكمل. خلينا نبلش بالعراق. بسنة 1934 ميلادية تحديدا بمحافظة البصرة انولد فاروق القاسم. هو طفل عراقي بسيط، لكن نقدر نقول انه عقله كان يشتغل مثل الماكينة. من هو طفل صغيروني كان عنده فضول كلش يعرف أسرار الأرض وعلم النفط، وبعد ما مشى بمسيرته الدراسية وصل إلى أن يدرس بجامعة لندن، وتخرج من جامعة لندن سنة 1957 ميلادية. تخرج بصفته واحد من أذكى العقول البيولوجية بالنفط. هنا رجع للعراق وبلش يصعد السلم خطوة خطوة، لكن بسرعات جدا عالية. طبعا بهاي الفترة الزمنية كان اكو استعمار بريطاني لدولة العراق، وكانت دولة بريطانيا مسيطرة على قطاع النفط بالعراق، وبسبب ذكائه ومعرفته العميقة بتكوين النفط مثل ما ذكرت لكم خلاه يصعد سلم الوظيفة بسرعة ويوصل ثالث رجل بالدولة، وماكو شخص فوقه غير البريطانيين نفسهم. أكيد بمجال النفط كان إداري جيد وعقل مدبر، والشركة ما تقدر تستغني عنه كونه يقدم خدمات جدا عميقة ومدروسة باستراتيجيات متخصصة ببيولوجيا الأرض أو بيولوجيا النفط أو بعلم النفط. طبعا فاروق بعد ما رجع من دولة النرويج ما كان راجع وحده، إنما كان متزوج من امرأة نرويجية جابها وياه للعراق وعاشوا بالعراق. وبسنة 1968 انولد ابنه الأصغر، لكن المفاجأة اللي قلبت حياته رأسا على عقب إنه ابنه مصاب بالشلل الدماغي. كان لازم يحصل على أفضل علاج لهذا الطفل، ودولة النرويج هي وحدها اللي توفر هذا العلاج. هنا هو انحار تحت الأمر الواقع، وصار عنده واحد من الاثنين، يا أما يستمر بوظيفته ويخسر ابنه، يا أما يخسر وظيفته ويساهم بأنه ابنه يتعافى ويعيش. ومثل ما أنت توقعت هذا اللي خلاه يبلش من الصفر ببلد غريب. قرر يترك وظيفته وياخذ ابنه ويروح للنرويج حتى يبلش برحلة علاج. وهذا الشيء صار بعد صعوبات وعدة محاولات بأنه هو يخرج، لأنه الدولة البريطانية كانت تريده موجود داخل العراق، لأنه كان يقدم خدمات مثل ما تعرفون جديرة جدا بأنه مو أي شخص يقدر يقدمها. وكل ما يقرر يخرج ويوصل للحدود القوات ترجعه مرة ثانية لنقطة الصفر، ولازم يرجع مرة ثانية للدولة ولازم ياخذ إذنهم. هنا بطريقة أو أخرى فاروق القاسم قرر أنه يقنعهم، فقال لهم أنه أنا مجرد ما أروح أعالج ابني وأرجع لكم مرة ثانية يعني راح تكون رحلة علاجية سريعة. وهنا العراق فقد عبقري بمجال النفط. بنفس الوقت دولة النرويج كانت على موعد بالنهوض الاقتصادي بسبب هذا الشخص. طبعا بالجهة الثانية خلي أحكي لكم شوية عن وضع النرويج. بداية السبعينات النرويج اكتشفت كميات جدا ضخمة من النفط، بس المشكلة ما عندهم أي خبرة بإدارته. وهنا الدول الأجنبية رادت تستغل هذا الموقف وتخلي النرويج دولة نفطية فاشلة بعد ما تاخذ كل أرباح. بعد ما فاروق القاسم وصل إلى دولة النرويج طبعا مبلش من الصفر أكيد، فقال خلي أروح للدولة أو القطاعات الخاصة بالدولة أسأل عن البيانات والأشياء اللي
خاصة بقطاع النفط، بلكي الله أني أقدر أحصل أي وظيفة كانت أقدر أشتغل بيها وأوفر مصروف أو مثلا العلاجات اللي لازم أني أوفرها للطفل. بهاي الأثناء هو يعرف أنه النرويج دولة غير نفطية، يعني فكرة أنه يشتري له سيارة ويشتغل بيها تاكسي تكون أكثر صوابا ومنطقية من أنه هو يفكر يشتغل بالنفط بدولة أساسا ما بها أي شيء يخص النفط. لكن مثل ما قلنا دولة النرويج توها بلشت تكتشف المخازن المخيفة من النفط، فهنا فاروق القاسم راح يدور على الشركات والبيانات اللي تدعم قطاع النفط. وبعد رحلة بحث طويلة دخل إلى أحد المكاتب، وبعد ما سألهم أكو شركات مختصة بالنفط، فهنا اكتشف أنه دولة النرويج توها أنشأت قطاع خاص بالنفط، يعني بعد بدايته هسه بلش حرفيا مكون من كم موظف، وذول الموظفين ما عندهم أي خلفية عن هذا المجال. بعد ما قال لهم أنه أنا أقدم لكم خبراتي، طبعا أكيد وعرفوا أنه هو أساسا كان يشتغل بدولة نفطية وأنه هو مواطن من دولة نفطية ويشتغل بقوة شركة نفط بالعراق، طلبوا بيه إن الياخ. بعد ما نزل لهم فاروق القاسم من السماء قدم كل خبراته وخطط عبقرية لدولة النرويج، وهنا قص ايد الشركات الأجنبية وقدم خطط للنرويج بأنه تحتكر النفط لمصلحة نفسها. ومو بس هيك، ما اكتفى، أسس مديرية النفط النرويجية اللي تتكون فقط من موظفين. لا ومو بس هيك، خلى قوانين صارمة تضمن الأرباح العادلة للدولة. وبغض النظر عن التفاصيل، وبهذا الشكل النرويج بنت أقوى نظام اقتصاد نفطي بالعالم. يعني باختصار حلم النرويج فاروق القاسم حوله إلى حقيقة، وخلى النرويج تستخرج النفط من باطن البحر. بعد محاولات عديدة من الشركات الأجنبية ويأس كامل صاب الشركات والدولة نفسها باستخراج النفط من باطن الأرض، مو هنا انتهت قصة فاروق القاسم. هو العقل المدبر لفكرة الصندوق الاستثماري السيادي اللي يخزن أرباح النفط للأجيال القادمة، والمفاجأة تقدر أرباح هذا الصندوق ب 1.4 تريليون دولار، ويعتبر أكبر صندوق استثماري سيادي بالعالم. بس تخيل وياي لو كانت دولة العراق تمتلك مثل هذا النظام شنو كان ممكن يصير؟ وبعام 2012 ملك النرويج نفسه قدم أعلى وسام شرف لفاروق القاسم، وهنا صار فاروق فارس من الدرجة الأولى. فاروق القاسم بطل وطني على الرغم من أنه هو عراقي، وهذا واحد من الأدلة على أنه العقل العراقي قادر على أنه يصنع المستحيل. بس خليه يحصل فرصة. أول شيء فاروق القاسم ما سوى إنجاز لدولة النرويج لأنه يحبها أكثر من العراق، لكن هو لقى بيها نظام يحترم الكفاءات. كم عبقري اليوم عندنا بالعراق، وش كم شخص ممكن يكون عنده تأثير عالمي لكن ما عنده فرصة. أنا ما أعتبر هاي القصة هي مجرد سيرة شخصية، أنا أعتبرها أنه هي رسالة لكل شخص أن النجاح مو مستحيل. طبعا العراق يقدر يرجع أقوى إذا استثمر بالطاقات والعقول مال الشباب اللي يمتلكها. والحمد لله طبعا جاي نلاحظ بعض الملامح اللي تصير من الدولة والتطورات كذلك. وإذا كنت تعتقد أنه هاي القصة لازم الكل يعرفها، فلا تكون بخيل بأنه يشارك هذا المقطع. إذا ما اشتغل على أنه هو حافز لك، ممكن يكون لغيرك. خلي فاروق القاسم يوصل لكل العراقيين. السلام عليكم.